بقينا في زمن مش عارفين فيه ايه تاني ما تعملش من حاجات خارج العقل والمنطق. راجل يتجوز راجل ويحمل ويخلف كمان منه. اللي انت سمعته صح، وده اللي حصل، بس النهاية كانت صعبة جدا. تعالوا معانا اعرفوا الحكاية. الفنان الجزائري أحمد الفاتح تصدر محرك البحث جوجل بعد وفاته عقب تدهور صحته، وده بعد ولادة طفلته الصغيرة مايا في مستشفى جوزيف في باريس. الفنان الفاتح يعتبر أول رجل عربي يخوض تجربة الحمل والولادة. بعد أسابيع من ولادة أحمد الفاتح لطفلته مايا اتدهورت حالته الصحية بشكل كبير قوي، حتى توفى عن عمر يناهز 28، وده بعد معاناته من مضاعفات صحية حادة بعد الولادة القيصرية التي أجراها. الفاتح قبل شهور من الحمل عن طريق التلقيح الصناعي بعد زواجه من رجل أعمال سعودي سنة 2023. كان بيشارك متابعي يومياته وتطورات الحمل لحظة بلحظة. كمان كان بيخضع لمراقبة دقيقة جدا من الطاقم الطبي خلال فترة حمله. الفنان الفاتح عمل عملية تحول جنسي من كام سنة، وبقى أول راجل عربي يخوض تجربة الحمل وكمان الإنجاب، ما أثار حوله موجة غضب وجدل واسع جدا في الوطن العربي كله، وده لأن قصته دي بتتنافى مع القيم الثقافية والدينية للمجتمع.